السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. زي ما قلت لكم يلا نعمل مع بعض زراعة، هنزرع ان شاء الله النهاردة. الاول دي احنا بنجهز المكان. دي زي ما انتم شايفين يا جماعة جراكن بنقطعها كده حتة من فوق، ونحط فيها بقى ان شاء الله كده تراب، يعني تراب من الارض الزراعية. وبعدين بنجيب سماد ايه ده؟ السماد ده يا اما فضلات فراخ، يا اما فضلات حمام، يا اما فضلات ارانب. الفضلات اللي بتنزل من الطيور وكده. تمام. بتبقى كويسة جدا للزرع. وبتبقى يعني حاجة، يعني سماد طبيعي للزرع وكده. المهم بنطلع من الارض زي ما انتم شايفين كده اهو، وبنحط فين؟ في الجراكن اللي انتم شايفينها دي. هي طبعا اهو زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه. حطينا اول طبقه تراب، وبعدين سماد، وبعدين تراب. التراب الارض الزراعيه، مش حاجه بايره، لازم يكون من الارض الزراعيه. يكون يعني يعني تراب شغال. دي يا جماعه هو بعد ما احنا جهزنا بقى التربه، وقعدت تيجي كام لحد ما، يعني صراحة قعدت تيجي 15 يوم كده، يعني لحد ما جينا عرفنا نعمل حاجة تاني، نزرع فيها وكده. المهم جبنا بقى، كان بابا حاطط في الأرض، جايب شتلة بتاع فلفل أخضر، وبعدين حطه في الأرض. يعني اشترى شتلة فلفل أخضر وحطه في الأرض. بيقعد كده شوية في الأرض. طبعا هو بيتزرع في الشتاء. بيقعد كده شوية فترة في الأرض، تقريبا 15 يوم كده، لحد ما يرعرع كده ويبقى شكله حلو. تحس ان هو هيشتغل بقى. انا هوريكم الشكل دلوقتي. اللي في الجراكن دي يا جماعة حاجات طالعة كده من ربانية في الأرض عادي. بنشيلها بقى طبعا، لأنها بتاخد الفوائد كلها اللي ايه، اللي هتاخدها النبات اللي احنا هنزرعه. فدي الحاجات دي كلها بتتشال، اسمها مرعى، فبتتشال خالص. دلوقتي هو بابا بيشيل الفلفل من الارض. دي الزرعة اهي يا جماعة. الجيركن ده هياخد زرعتين فقط، يعني هو هيقضي زرعتين فقط. كل جيركن هياخد زرعتين. بننقص بقى من التراب اللي احنا حطيناه، ننزله تحت، وبعدين بنحطه تاني. يعني بنساوي الأرضية بعد ما نحط الزرعة. انتوا شايفين طبعا، يعني انا مش عارفة اوضح لكم اكتر. بس انتوا شايفين اهو، نقصنا بقى التراب، وبعدين حطينا الزرعة، وبعدين زودنا تاني اللي احنا شلناه، علشان يبقى الزرعة متساوية مع الارض، مع الزراعة، التراب وكده. سقينا بقى هوت المية على طول. بعد ما حطينا على طول الزرعة يا جماعة، جبناها من الارض. اول حاجة جبناها شتلة. بتيجي شتلة كده، في ناس بتقعد في الاسواق وكده بتبيعها وكده، فاحنا اشتريناها منهم. حطيناها في الارض الزراعية الاول، وبعدين انت ممكن لو ما فيش ارض زراعية ممكن تزرعها على طول عادي في الجراكن وكده. ما فيش جراكن، ممكن جرادل زي اللي بنسقي بيه مية ده. اي حاجة، يعني اي حاجة هتنفع معاكي. بس لازم نسقي المية، نغرق التراب بمية، علشان يعني ايه اللي فيه لسه تحت، وعشان يعني ايه الزرع ترعرع وكده. زي ما انتم شايفين اهو يا جماعة، ما شاء الله ما شاء الله. شايفين بقى الجذور بتاعتها. ده فلفل اخضر يا جماعة. شايفين بابا بيعمل ازاي؟ على فكرة احنا كان عندنا مشتل زمان، مشتل زرع وورد وكل الاشجار وكده، كان في ناس بتيجي تشتري من عندنا وكده. فما شاء الله يعني بصي، المنظر كان بيبقى تحفة. ارض بحالها، زرع وورد وريحان وحاجات تحفة، يعني ما شاء الله.
ما عادش بقى صحة يعني، بابا ربنا يديه الصحة وكده نفسه يرجع الحاجات دي، بس ما فيش صحة يعني كان في حتى كمان واحد بيجي يعمل مع ناس، كام واحد كده بيجي يعملوا مع بابا قبل كده وكده، لان كان مشتل كبير وما شاء الله حلو، كان بيطلع فل وورد وما شاء الله حاجات، كافور، حاجات كتيرة، زرع كتير، كان قدام بيتنا يعني بيتنا وهو قدام حوالين بيتنا وكده. وكان لي مخصوص برضو مكان كده، وكنا بنجيب زلع من اللي هي بتاعة الشجر دي ونحط فيها الورد وحاجات من دي، بجد كان مخلي المنظر تحفة. دلوقتي طبعا ما عادش صحة وعايز مجهود وكده، فربنا يدي البابا الصحة يا رب ويبارك فيه. دي يا جماعة ما كانش فاضل مع اليوم مكان، كان يعني احنا هنخلص، هناخد لحد ما الجراكن تنتلي، وهيتفضل شوية نبقى ان شاء الله هنعملهم في حاجات تانية، لو عرفت اصورها لكم تاني هصورها لكم. المهم هنا كده بنسقي زي ما قلت لكم، لازم من الترابة تنتلي خالص مية يعني. تقريبا الجيركن ده خد جردل من ده مية مليانة. ما شاء الله الزرع شكله حلو ومش باين كمان في التصوير والله. ان شاء الله لازم اما تطلع فلفل وكده لازم هصورها لكم باذن الله واوريها لكم. اولادي ما شاء الله بيحبوا الحاجات دي، بيحبوا يلعبوا قوي بالحاجات دي. اوريكم كمان واحده اهي يا جماعه، بابا جابها من الارض برضو وبيزودها تراب اهوت. الزراعه دي هحط في كله و... وان شاء الله ان شاء الله لما يطلع هوريكم برضو في الفيديو، في فيديو تاني. يا رب يكون عجبكم واسيبكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.